الله يمسيكم بالخير جميعا. اليوم بنطبخ بالبرميل الصغير، بوريكم كيف الشغل فيه. لفيت لي أغصان مرخ عشان تنكيه بطعم الحفرة، تبخر في اللحم أو الدجاج يطلع النكهة أفضل، زي نكهة الحفرة. حطيت المركابة، حطيت الصاجة، وبعدين أحط صحن الستيل. هذه تخفف الحكاكة أو الحرارة عن الرز، فيقل عندك الحكاكة، ما يحترق عليك الرز. بسم بالله. نحمس البصل مع البهارات الصحيحة، خليها شوي مع ريحتها وتنشف البصلة، بعدين ننزل الزيت. كذا كأنك حمصت البهارات، تطلع الزيوت العطرية اللي فيها. هذه أفضل طريقة لحمس البصل. خلاص ننزل بيالة شاهي، خلاص تركها تحمر، بعدين ننزل ملعقة زبدة أو سمنة حسب اللي تحب، تعطي نكهة في الرز أجمل. خلاص نزلت الزبدة. أهم شيء لا يحترق البصل عليك، على طول نزل موية إذا حسيت إن البصل تحمر كثير. هذا هو مقاس الرز في القدر. الكاس كاس الورق الشاهي، الورق العادي، أو كاس الجبن الحجم الكبير. الصغير تقريبا يشيل 7 كيسان، من 6 إلى 7، وممكن تحط 8 إذا كنت أبغاها تبى مرة الكمية كبيرة، بس بيصير الرز طالع على شفة القدر وبرضه ما يضر. ننزل موية، نفس الشيء نوزن نفس الكاس اللي وزننا فيه الرز. بعلمكم كم مقدار الموية. خلاص خليها شوي تسبك، بس ما أحط كل الموية، فقط كمية قليلة علشان تتجانس البهارات تطلع طعمها. خلاص كذا تقريبا جاهزين، دقيقتين تقريبا. الآن أنزل موية فاترة، خلاص أزيد على هذا موية فاترة، وأوزن الملح والبهارات وأنزل رزي. أنا بوزن موية فاترة، بحط تقريبا 7 كيسان رز، بحط 9 علشان يطلع حبته قطنية. خلاص هذا 9 كاس، كذا 9 كيسان على 7 كاسات رز. بتشوفون وزنية، خلاص بتشوفون كيف وزنية الماء فوق حبة الرز، تقريبا أصبع، تقريبا أصبع ونص، لأن كمية الدجاج بتكون قليلة في البرميل الصغير، فلازم تزود الماء. إذا صارت كمية الدجاج أو اللحم كبيرة تنقص الموية، لأن الدجاج واللحم ينزل من عصارته ماء، فيصير زايد على الرز. خلاص نزلت الرز، رزنا مغسول فقط، مزة، يفضل السيلة طبعا الصفرة. إذا ما حصلت خلاص اللي هي الكريمية، مثل الشعلان، مثل الراجحي، مثل وليمة ستايل وبوكاس. لكن بالتجربة أنا جربت الآن الراجحي وجربت الوليمة ستايل، كلها ممتازة. خلاص لاحظوا كيف وزنية الموية، تقريبا أصبع إلى أصبع ونص حسب رغبتك. أنا أحبه قطري صراحة، لو تحبه نثري أكثر نقص الماء، يعني يكفيه 7 كيسان رز تحط له 8 كيسان ونص مثلا ماء فاتر. الملح تقريبا بيكون ملعقة ونص، ونوزن ونشوف. خلاص وزنت الملح تقريبا ملعقتين، ما هي مليانة مرة. حطيت الملعقة جيناموتو، هذا اللي هو الماجي الأبيض أو الملح الصيني، يعني يعطي طعم في المندي أفضل.
خلاص الرز جاهز. على وجهه نحط شوي زبيب وفلفل حار حسب الرغبة. خلاص الآن ننزل قدر الرز داخل برميل، ننزل فوق السلة. بس ننزل السلة الآن، بعدين نحط الدور الأول، نحط فيه حبتين دجاج علشان التحمير يطلع عندك مضبوط. حط الكمية اللي تحت أكثر من اللي فوق علشان توزيع الحرارة يكون مضبوط. إذا صفيت عبيت الدورين يصير التحمير اللي تحت أقل. كذا عندك هذا توزيع الصح، حبتين تحت وحبة فوق. تقدر تحط حبتين فوق بس بيكون التحمير اللي عندك أقل. حجم البرميل هذا الصغير يشيل من 3 إلى 4 حبات دجاج. صف الآن الدور اللي فوق، نحط فيه حبة واحدة بالشكل هذا. كذا بتصير الحرارة تجي على جميع أجزاء الدجاج. بس نكتب الغطاء الآن مغرق موية. نقدر نحط طبعا قطعة قصدير علشان نحافظ على القماش من الحرارة. نرفع الحرارة شوي فوق 180 والوقت 1.3 ساعة، وبخليه 10 دقائق ربع ساعة مكتوم بعد انتهاء الوقت، ما نفتحها على طول. البخار خلاص معناته هذه علامة الجودة والنضج. ما تشوف بخار اعرف انها طبختك نايمة. كذا النكهة والطعم 100% والاستواء على وشك ينتهي. باقي 20 دقيقة وينتهي وقتنا، وبنتركها 10 دقائق ربع ساعة مكتوم بعد انتهاء الوقت. كذا أمورك 100%. خلاص ما شاء الله انتهت 1.3 ساعة. بتركها ربع ساعة وبفتح الغطاء. خلاص ما شاء الله انتهت 20 دقيقة بعد 1.3 ساعة عشان التحمير يكون 100%. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف الشغل كيف، ما شاء الله ما شاء الله. شوف 3 تقمرة واللي فوق تصير مقمرة أكثر. لا إله إلا الله، ما شاء الله ما شاء الله. هذا البرميل الصغير تقدر تحط فيه 4 حبات، بس أنا اليوم زينت فيه. بسم الله ما شاء الله. في ناس ما يقمر معانا. ما شاء الله ما شاء الله يا الرز، لا قوة إلا بالله. فل تبة كأنها بيتزا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا الصغير تقدر تطبخ فيه 4 حبات، حتى لو 6 حبات صغار مرة 500 أو كذا، تحط 3 تحت و3 فوق. احنا اليوم طبخنا فيه 3. بالعادة بنشيل الحشو. ما شاء الله يا حبة الرز قطنية. هذا رز الراجحي، ما يفرق كثير عن الوليمة ستايل. أنا بالتجربة أشوف أنه برضو خيار ممتاز وجيد. ما شاء الله يا حبة الرز كذا ألوان ما شاء الله. حطيت 7 كيسان اللي هو كاس الورق حق الشاهي، حطيت عليه 9 كيسان موية. كذا ما شاء الله صار حبة الرز مرة حلوة، ما في حكاكة. تشوفون آخر الرز مثل أوله. ما شاء الله صوت المطر ما شاء الله. شوف كمية الرز ما شاء الله. وتقدر تضيف كاس أو نص كاس عن المقدار اللي احنا حطيناه، يصير تبة زي الكيك كذا.
شوف ما في حكاية. لاحظتوا ما في رز محروق أبدا. إذا وزنت الوقت صح، طريقة توزيع الدجاج بيحمر معك بدون ما يحترق معاك الرز. كيف؟ الكمية، في ناس يقولون الصغير ذا ما يشيل شيء. ما شاء الله تبارك الله. لاحظتوا الحكاكة هذه الكنافة يسمونها، شوف خفيفة مرة. أحطها كذا، أحطها تحت الرز. شوف كمية الرز هذا شوي عليه 3 حبات، بس أنا حبيت أوريكم كمية الرز في الصغير ما شاء الله. هذه تحطها كذا، تحطها تحت الدجاج. شوف الطعم كله في هذه. حطها كيف ما شاء الله، ما احترق أبدا. خليتها 1 ساعة ثلث و20 دقيقة بعد انتهاء الوقت. شوف كميته ما شاء الله، صحن كبير. كمل الغرف وريكم. شوف لا، وباقي هذه بعد، باقي هذه. شوف ما شاء الله تبارك الله، عزيمة. صف الدجاج وريكم الشغل. هذه الحبتين اللي تحت.